تعادل النادي الزمالك احنا كنا مستنيين وكنا مستنيين فرحه، تقول ايه عن الماتش اللي فات يا كابتن؟ يعني الحمد لله بحمد ربنا واشكر فضله ان احنا عملنا نتيجه ايجابيه وادينا نتيجه ايجابيه في مباراه الذهاب مع يانج افريكانز، فرقه من الفرق المحترمه في تنزانيا، يمكن هي وسيمبا من الفرق الكبيره في تنزانيا، ولما تقابلهم في دور ال 64 لا تحترمهم، واحنا الحمد لله احترمنا الفرقه كويس قوي. الجو هناك كان شويه حر لكن الحمد لله ادينا بشكل كويس، الشوط الاولاني الشوط الثاني قدرنا نحقق التعادل الحمد لله. اللعيبه كانت على قد المسؤوليه فرديا، اللعيبه معنويا طبعا متاثره ونفسيا متاثره بالحدث، لكن هم كانوا حابين يقدموا حاجه وصوره رائعه زي ما قدموها كده، وهي الارتداء بتاع تيشيرت الشهيد انس، وكل الشهداء طبعا يعني بس بنذكر انس لانه يمكن اصغر الشهداء، لكن يمكن كانت لمحه طيبه ولمحه جميله من لعيبه نادي الزمالك حتى وجهازه الفني. يمكن كابتن اسماعيل قبل الشاره السوداء يعني، وده كان نابع من شعور داخلي. شايف ايه في اعتزال الكابتن بركات؟ انت فاجئتني بالحقيقه بالخبر دوت، لكن اعتقد ان هم الفتره اللي فاتت في لعيبه كتير فكرت كويس في الموضوع دوت، لكن اتمنى بركات لسه عنده كتير واتمنى ان هو يعني يفكر جيدا في القرار ده باذن الله ان شاء الله.